اسمي صلاح فهمي مطر عثمان، موظف محافظة الأقصر، حي شمال. يوم تجمهرنا يوم الأحد السابق الموافق يوم 14/8 حصل من السيد اللواء أحمد عجب، أنا ما أعرفش شغلته إيه في المحافظة، إنه قال هاتوا الدبابات والمدرعات خلي تدوس الصراصير دول. فهل يعقل إن إحنا صراصير؟ شعب مصر وأبناء الأقصر اللي بياكل من خيره، هل إحنا بدينا صراصير للدرجة دي؟ إنه ما حصلش من الرئيس المخلوع المحبوس حاليا ما قالش علينا صراصير. ما يجيش واحد لواء ما يفقهش شيء عن العمل وعايز يدوسنا بالدبابات والمدرعات. فاحنا عايزين حقنا اللي بيقول عليه شرع الله والكرامه بتاعت ابناء الاقصر. وشكرا يا استاذ. ايه السبب اللي قال ان هو السبب ان احنا تجمهرنا بيه عشان عايزين ال 200% حوافز للناس الغلابه العمال المؤقتين، وعايزين اصلا نحولهم من الصناديق للميزانيه. فطبعا ما عجبش سيادته الكلام دوت، فراح اتصل وبيقول هاتوا المدرعات والدبابات خلي تدهوس الصراصير دي. فاحنا عايزين كرامتنا ترجع لنا. وهذا الشخص ما لا غير مرغوب فيه في الداخل الديوان العام للمحافظه. اسمه ايه؟ اسمه احمد علي، لواء احمد علي. شكرا.